شيبسي جامبو، بطاطس أكتر بنفس السعر. من اول ما قالوا يا سينما والناس مش عايزين يشوفوا نفس الحاجات اللي بيشوفوها في الشوارع واللي بيسمعوها على الراديو، محتاجين يشوفوا حاجه اكبر بكتير. في نفس الفتره ديت مع طلوع السينما ومع دخولها في اوروبا، الالمان عشان هم ناس حبوبين جدا طلعوا بحاجه اسمها جيرمان اكسبريشنزم. جيرمان اكسبريشنزم حاجه تكنيكال ملهاش لازمه ومش عايزين نعرف عنها كتير، بس في الاخر طبعا وصلتنا لحاجه اكيد الماني، كان بدايه الافلام الرعب بفيلم نوسفيراتو. نوسفيراتو قدم اول فامباير موجود في تاريخ السينما، شكله مختلف جدا عن معظم الحاجات اللي احنا شفناها، حتى كان شكله فريني سنه، بس ما زال هو الانفلونس بتاع اي فيلم رعب اتعمل لغايه دلوقتي. نوسفيراتو ما كانش اول فيلم رعب بس، كان اول فكره ان واحد منفسن كفايه يعمل حاجه هدفها ان هي تسرع البني ادمين. مع الوقت فكره المونستر في الافلام او الوحش اتغيرت، دخلنا في الثلاثينات اتعمل حاجه زي كينج كونج الاصلي مش بتاع 2005، بس كانت التكنولوجي مختلفه وقتها، الناس ما كانش عندها جرافيكس، ما كانش عندها كمبيوترز بالالاف زي ما احنا عندنا دلوقتي، الموضوع كان ابسط من كده بكتير. كان المبدا ماشي على الستوب موشن، ان هو من الاخر كان عندهم عروسه صغيره والراجل يقعد يحرك فيها سنه ويصور ويحرك فيها سنه ويصور ويحط الدراع هنا شويه ويصور يحود كده شويه ويصور. كان عنده صبر ايوب عشان يعرف يعمل حاجه زي كده. هو الموضوع اختلف وفضل شغال، تقدم، بس كان هو لسه موجود لغايه الخمسينات في افلام زي 7th Voyage of Sinbad او جيسون اند ذا ارجوناتس. جيسون اند ذا ارجوناتس كان موجود في واحد من اهم المشاهد اللي اتعملت في التاريخ، بالنسبه لنا ممكن نعتبره حاجه هايفه، بس هو كان عباره عن سكيلتونز او هيكل عظميه بتجري ورا واحد. دوت كان انجاز في الخمسينات، يعني دوت كان يعني بالنسبه لهم تايتانيك وقتها. واحد من اهم الوحوش برضه في تاريخ السينما هو كان جودزيلا، مش الحيحان بتاع نيويورك اللي احنا خدناه في التسعينات، واحد في الخمسينات. وقتها برضه التكنولوجيا كانت ضايعه، ما كانش في اي حاجه. جودزيلا كان عباره عن راجل لابس عفريته وعنده مينيتشر اللي هو من الاخر مباني صغيره، ويخش يرقع فيهم وينزل في السينمات والناس تسقف. بس ده كان انجاز وقتها بالنسبه لهم، ولغايه دلوقتي يعتبر انجاز، لان احنا دلوقتي بقينا معتمدين على الجرافيكس، معتمدين على التخبيط، على الترقيع، الصوت العالي زياده عن اللزوم، ما بقيناش بنفكر ازاي نعمل الحاجه بقلب شويه. بس مع الوقت الوحوش بتاعت الافلام بتاعت زمان ما بقتش بتاكل مع الناس قوي، بقت خياليه او فانتاستيكال زياده عن اللزوم، فدخلنا في حاجات رياليستيك سنه. واحد من اهمهم كان جاز. حتى وقت جاز ما كانش فيه اي نوع من السبيشال افكتس او الجرافيكس، كانت برضه لسه براكتيكال افكتس. القرش نفسه كان عباره عن عروسه كبيره، حاولوا يعملوا فيها شويه الكترونكس من جوه بس بقت بفشل ذريع، فاضطروا يعملوا حاجه مختلفه جدا، وهم بيعملوا فيلم عن وحش، بس اضطروا ان هم ما يطلعوهوش خالص. اعتمد وقتها على المزيكا بس، اعتمد بس ان هو يوريك مساحات شاسعه عند الميه ويديك احساس بالكلوستروفوبيا. من كتر ما الفيلم كان قوي وافكتيف واثر مع الناس بطلت تنزل الميه لمده سنين، وحتى الناس وقتها كانت في مشاكل ان هم بيصطادوا سمك القرش زياده عن اللزوم. هنا حتى مبدا الموفي مونستر اتاخد واتغير سنه، بس برضه كان لسه افكتيف على عكس اللي احنا بنشوفه دلوقتي. والموضوع اتطور مع الوقت والافكتس اتغيرت وبقت الميك اب بقى احسن، وطلع فرانشايزز كتيره ومونسترز لغايه دلوقتي موجودين، مثلا زي الين اللي كمل 16 فيلم بعدها، ليجند او واحد من اهم الحاجات رغم ان هو ما كانش يخوف بس كان الافكتس بتاعته قويه جدا، كان اي تي. بعد كده دخلنا في فتره اتانين القتله زي هالوين او نايت مير اون إلم ستريت او جيسون، اللي كانت بتعتمد على واحد منفسن وبيطلع على عيال عندهم 16 15 سنه ويقعد يقطع فيهم ويطرطش دم في كل حته. بعد كده طبعا رجعت ريما لعادتها القديمه ورجعنا تاني للكلاسيكال موفي مونسترز بس بتويست صغيره، الا وهي لازم يبقى سكسي موفي مونستر. ما ينفعش ان هو يبقى وحش طبيعي، لا لازم الالتر ايجو بتاعه او شخصيته بعد الظهر يبقى حليوه كده ومقلوص. مثلا لو خدنا المامي بتاع الثلاثينات اللي كان يشوفه كان يقطع الخلف، بس لو خدنا مثلا المامي اللي احنا شفناه في الفتره اللي فاتت ببنشات وسكس باك وجميل اقرع بس برضه يعني كان يخلي القلب يرف شويه. او اخدنا حاجه تانية مثلا الفامبايرز، الموجه اللي بقى لها 20 سنه وهتشتغل 50 سنه احفادي هيعيشوا فيها. الموضوع اختلف خالص من مثلا نوسفيراتو اللي كان شبه الفار، الحاجات التانية اللي كانوا برضه يخلي الواحد يقطع خلف. دخلنا مثلا على توايلايت، الحليوه لما بيطلع في الشمس يلعلط. وبما اننا بنتكلم عن حبيب القلب توايلايت، اكيد لازم نتكلم عن الويرولفز اللي دايما في توايلايت لازم يبقوا قالعين التيشيرت، طبعا البنشات موجوده، 6 باك ايه يا راجل، لازم يبقوا 8 لو 10 ما يضرش. وطبعا لما بيقلب من بني ادم لويرولف بيروح ناطط كده هو تفاكك ويطلع لك بعد كده حاجه كيوت كده وبفروه وبتتصور جنبها وتطبطب عليها، على عكس مثلا امريكان ويرولف في لندن، الترانسفورميشن بتاعه كان براكتيكال وعنيف ويوجع وقسى وعبقري.
واحد من اهم المخرجين هو جيرمو ديل تورو، مخرج مكسيكي لسه بيعتمد على مبدا البراكتيكال افكتس وبيحاول يوزنها بالفيجوال افكتس اللي احنا متعودين عليها زي الجرافيكس وكده. من اهم افلامه كان بانز لابرنت، عمله في 2006. الفيلم اخذ 3 جوائز اوسكار منهم التصميم والمكياج. عمل فيه كريتشر ديزاين ما كانش حد بيعمل زيه وقتها ولسه لغايه دلوقتي مختلف فيه. مثلا بان اللي هو كان راجل كان نصه معزه وكان نصه بني ادم، او ذا بيل مان اللي هو كان يعتبر واحد من اكتر الشخصيات المرعبه اللي اتعملت في اخر 5 سنين. هو اشتغل في افلام امريكاني كتير منها مثلا هيل بوي وهيل بوي 2 اللي هو برضه اخذ فيها نفس الحاجات اللي هو عملها او المبدا اللي هو ماشي بيه بتاع الكريتشر ديزاين طبقه في الافلام ديت. اخر افلام جيرمو ديل تورو هو باسيفيك ريم. الفيلم موجود دلوقتي في السينمات وهو مونستر موفي كما انزل. روبوتس قد ناطحات السحاب بتتخانق مع مونسترز نفس الحجم، بيضربوا في بعض 24 ساعه، اكشن مش طبيعي، ديزاين مش طبيعي، الجرافيكس خياليه. واحد من اقوى افلام الموسم وممكن الكام سنه اللي فاتوا من ناحيه ان هو بلوك باستر عادي بس جيد جدا. واي حد ليه في الافلام ديت لو فوته يبقى حرام عليه بصراحه. Pacific Rim.